اوعي تخلي نفسيتك وحشة ابدا مهما حصل حواليكي. اوعي تخلي الحزن او الهم يتملك من نفسيتك ومن روحك ومن جسدك. يلا صلي على النبي كده. يلا يلا ما تكسريش، صلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واستغفري معايا وقولي: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هنقولها 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مبروك عليك يا ست الكل، اتغفر لك كل ذنوبك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده في الحديث الشريف ان اللي هيستغفر ربنا بالصيغه دي 3 مرات ربنا يغفر له كل ذنوبه بامر الله. طيب احنا النهارده ان شاء الله فيديو النهارده مهم جدا، اتمنى تحطي لي لايك، وعايزاكي تسمعي فيديو النهارده بقلبك وبعقلك. لازم تتعلمي يا ست الكل تشحني بطاريتك. ايه ده يا عبير؟ هو انا عندي بطاريه؟ هو انا موبايل وانا مش واخده بالي؟ لا لا لا، احنا عندنا بطارية، هي الروحنا، الروح بتاعتنا، الروح اللي ربنا خلقها في الإنسان. الروح يا جماعة لازم تتشحن بالشاحن الخاص بتاعها. الشاحن الخاص بتاعها اللي هو الصلاة. الصلاة دي أهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا، وكانت لصالحنا احنا. تمام. فبجد يعني اي حد بيسمعني بيسمع الفيديو ده وبيقطع في الصلاة، مش هقول ما بيصليش، بيقطع في الصلاة، لا، اقفي مع نفسك وقفة مهمة جدا في حياتك، مهمة جدا جدا في حياتك النفسية والأسرية والعملية، وحياتك في شغلك، وحياتك يعني في أي وجهة كده أو في أي جهة كده من جهات حياتك. راحتك النفسية تأكدي دايما في الصلاة. طيب أنا يا عبير بحاول إن أنا أصلي، ولكن دايما الشيطان بيكسلني، مش بلاقي دافع يشجعني. هقولك على حاجة: لو انتي ما تعودتيش للأسف من صغرك إن انتي تصلي، فده الموضوع ده هيكون صعب عليكي شوية إن انتي تواظبي على الصلاة. ولكن تأكدي إن ربنا سبحانه وتعالى لما هيشوف منك العزيمة والإرادة إن انتي يعني تقومي في عز ما انت مكسلة وتعبانة مزهقانة مكتئبة، وتقولي لا، هي الصلاة اللي هتخرجني من الحالة اللي انا فيها دي، وتقومي وتتوضي، تبدأي بالوضوء. الوضوء بمجرد ما المية تيجي وتغسل كده أعضائك، إيدك ووجهك ورجلك والكلام ده كله، هتلاقي نفسيتك بدأت تهدى شوية. سبحان الله، بنسبة معينة هتكتمل النسبة دي مع إقامة الصلاة، ان انت تبدأي تتجهي بقى للقبلة، وتفرشي بقى كده المصلية بتاعتك، وتجهزي جنبك مصحفك او سبحتك، وتبدأي كده ان انت تستشعري: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأهم حاجة تشحني بها بطاريتك هي الصلاة. الصلاة دي هي دي عماد الدين، هي دي العمود بتاع ديننا. ما ينفعش يكون مسلم ما بيصليش. كبيرة قوي، كبيرة قوي قوي قوي، كبيرة ووحشة، ووحشة في حق أي حد مسلم إن هو يكون ما بيواظبش على الصلاة في وقتها. وبالأخص بقى يا جماعة عايزة أقول لكم، عايزين نشجع بعض دايما إن شاء الله على صلاة الفجر في ميعادها، وصلاة النوافل كمان. صلاة النوافل كمان أنا هتكلم معاكم في النقطة دي. صلاة النوافل ال 12 ركعة نوافل دي ليها متعة تانية خالص. عايزة أقولك يعني ليها متعة تانية خالص خالص خالص. ده غير الجزاء الكبير قوي يعني اللي هيصلي 12 ركعة في اليوم تطوعا إن يتبني له بيت في الجنة. أنا كنت بتفاجئ جدا يعني وأنا في كلية الهندسة. كان ليا زميلتي بتقولي ايه نوافل دي، يعني لما بقول لها مثلا نصلي مثلا في مسجد الكلية، ونيجي مثلا نصلي السنة، او لها صلي السنة، سنة الظهر مثلا، فبقول لها اصلي السنة القبلية السنة البعدية، فكانت تستغرب يعني ايه سنة، هي ايه سنة دي يعني، ما كانتش. فحسيت ان احنا لا، احنا مقصرين في ان احنا نعرف بعض ديننا صح. يعني ازاي مسلم او مسلمة ويكونوا ما شاء الله
يعني في المكانة العلمية دي وفي السن ده، وتكون لسه ما تعرفش أصلا يعني إيه سنة. فأنا إن شاء الله يا جماعة من ضمن أهداف القناة عندي قناة مملكة أم مازن، مش بس إن أنا أعلمك إزاي تنظمي يومك، وإزاي تنظفي بيتك من غير مجهود، وإزاي تعملي أكلات سريعة، أو إزاي بيتك دايما يكون يعني زي ما بتحبي وأحسن بفضل الله، وإزاي كمان كيانك وروحك تغذي روحك وكيانك تغذية سليمة بما ترضي الله عز وجل. فانا الفيديو بتاع النهارده انا عايزاكي تتعلمي تشحني بطاريتك، ما تخليش بطاريتك تفضى ابدا. بطاريتك لازم تكون في الصلاة، لازم تكون في الصلاة. طيب بجانب بقى التغذية الروحية اللي احنا هنعملها دي، في شوية امور بسيطة كده معظمنا كده كستات بيوت، حيل كده بسيطة بنعملها علشان بقى تفرق في نفسيتنا ونبقى مفرفشين، ونقدر يعني نتخطى كده الهموم أو كآبة بقى المسؤوليات علينا والضغوطات والكلام ده كله. من ضمنها مثلا ان احنا بنحاول يبقى فيه روتين تنظيف للبيت. النظافة وريحة النظافة دي بتفرق جدا في نفسيتنا. بنحاول نعمل أكلة حلوة كده حتى لو بإمكانيات بسيطة لينا ولولادنا. تحب نعمل حاجة كده منعشة كده، صنف حلويات حتى ولو بسيط، مش شرط ان هو يكون مكلف. وانا ان شاء الله هنزل لكم فيديو بأصناف حاجات حلوة بطريقة مبسطة جدا مش مكلفة خالص في السعر بتاعها، وهقولك كمان ان شاء الله تكلفتها هتكون كام بالظبط. طيب كمان ممكن ان انت مثلا تغيري ديكور الأوضة هنا. بس قبل ما انسى عايزه اقول لكم ال 12 سنه الرواتب اللي هي بفضل الله بتبني لك بيها بيت في الجنه: 2 قبل صلاه الصبح، 2 قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، يعني 2 و2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، والعصر ده البريك بقى بتاعنا اللي هي الصلاه الوسطى، ده البريك بتاعك مش هنصلي فيه سنن. وبعد كده المغرب بعديه ركعتين، والعشاء بعديه ركعتين. طيب هنيجي بقى لفكرة برضو تانية: ادخال السرور على قلب مسلم. يعني لما تلاقي نفسك كده متضايقة ومخنوقة، قولي لأ، أنا عايزة ربنا يفرحني، يبقى لازم أنا أفرح مسلم غيري عشان ربنا يفرحني. في عز ما انت طاقتك خلصانة، كل حاجة هتعمليها لوجه الله سبحانه وتعالى، هي دي الحقيقة هتكوني فخورة بيها دايما ومبسوطة جدا ان ربنا اعانك عليها. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا دي لقطات كده من عند ماما، فاللي ما شافش الفيديو هسيبه لكم ان شاء الله في شاشات النهاية. كنا في اول يوم العيد. يا رب يكون الفيديو كده ما طولتش عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.